الدنيا قامت وما قعدتش علشان خاطر إمام عاشور احتفل وعمل كده وخلع تيشيرت النادي الأهلي بعد لمّا جاب الهدف السادس في شباك شباب بلوزداد. إيه الحكاية؟ هاقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وأهلًا بكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. حلقة النهارده فيها أخبار كتير جدًا، فيها صفقات، فيها أخبار، فيها حصريات، فيها عقوبات، فيها كل حاجة قلبك يحبها، فعايزين نشد مع بعض شوية كده في اللايكات. ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في البداية كده طلعت عقوبات من لجنة الانضباط على الجولة اللي فاتت، ومن ضمنها مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي تم من خلالها عقوبة الجمهور على عدم الحضور لمدة مباراة واحدة. طب المباراة دي بتاعة النهارده بتاعة طلائع الجيش؟ لا، المباراة اللي جاية ليه يا سيدي؟ أصل إحنا كنا عملنا التذاكر وطبعنا التذاكر وما كناش لسه أصدرنا العقوبات. طيب العقوبة التانية نبيل عماد دونجا، إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه، ليه يا سيدي؟ علشان خاطر تراكم الإنذارات 3 إنذارات. طب والواقعة بتاعة أمين عمر اللي هو شده من التيشيرت، قال لك لأ إحنا ما شفناش الكلام ده. طب إزاي يا عم الحاج؟ ده أصلًا أي اعتداء على الحكم اللاعب بيتوقف 4 مباريات، ولو في اعتداء بقى كبير بالضرب والكلام ده كله بيوصل العقوبة ممكن يعني لإيقاف مدة أطول. ولكن اتحاد الكورة ولجنة الانضباط تغاضت عن موضوع شد نبيل عماد دونجا لكابتن أمين عمر أثناء المباراة، واكتفوا بتراكم الإنذارات 3 إنذارات، يبقى يتوقف ماتش مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه. ما أعرفش الحقيقة هُم عايزين إيه يعني، بس تمام علشان ما اسمعش حد يقول النادي الأهلي المُدلّل في اتحاد الكورة ولجنة الانضباط وكاس الرابطة ورابطة الأندية والكلام الفاضي اللي إحنا بنقعد نسمعه عن النادي الأهلي إن هو المُدلّل الوحيد بتاع اتحاد الكورة. ده موضوع بالنسبة لموضوع العقوبات بتاعة لجنة الانضباط اللي ظهر على الأسبوع اللي فات أو على مباريات بالنسبة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. تاني موضوع معايا النهارده بقى بوغداد بونجاح، صفقة الأهلي. طيب بوغداد بونجاح في القاهرة والّا في فرنسا؟ طلع مسؤول امبارح من النادي الشمالي القطري قال إن بوغداد بونجاح بعد طبعًا الأقاويل اللي اتسربت على السوشيال ميديا واللي كلنا شفناها على السوشيال ميديا، كابتن مهيب عبد الهادي أو أستاذ مهيب عبد الهادي طلع وقال على الصفحة الشخصية بتاعته إن بوغداد بونجاح رسمي تمت بنجاح بوغداد بونجاح أهلاوي، علشان يطلع مسؤول في نادي الشمالي القطري يقول إن بوغداد بونجاح موجود في أجازته مع عيلته في فرنسا بقى له حوالي 3 أو 4 أيام، وإحنا تواصلنا مع اللاعب علشان يأكد وجوده في فرنسا. يعني اللاعب مش موجود في القاهرة زي ما الناس بتقول أو زي ما اتكتب. طب إيه في تفاوض مع النادي الأهلي؟ قال لك ما فيش أي عروض رسمية أو تفاوض جه من النادي الأهلي بخصوص ضم بوغداد بونجاح في يناير المقبل. طلع كلام إن النادي الأهلي ونادي الشمال القطري كانوا متفقين إن أنتم لو عوزتوا بوغداد بونجاح ممكن نديه لكم الفترة اللي هي بتاعة الشهر اللي هي الإعارة الاستثنائية بتاعة كأس العالم للأندية اللي الفيفا عاملاه، وممكن كمان يبقى زي حمدي فتحي كده free يلعب مع النادي الأهلي الشهر ده، عشان يطلع مسؤول تاني مع كابتن سيف زاهر امبارح بيأكد إن بوغداد بونجاح أجازته مش في فرنسا، أجازته في القاهرة. تقريبًا رئيس الجهاز بتاع الشمال القطري حاجة زي كده يعني، أكد إن في مفاوضات مع النادي الأهلي والمفاوضات في تقدُّم والمفاوضات متقدمة جدًا مع اللاعب، عشان يطلع بعض من الصحفيين يأكد إن بوغداد بنجاح فعلًا مُقيم في فندق بجوار النادي الأهلي، وأجرى اتصالات مع مسؤولين النادي الأهلي، وبدأ إن يبقى في كلام علشان يتقدم له عرض رسمي بخصوص لعبه وانضمامه للنادي الأهلي في يناير. طيب النادي الأهلي عارض على بوغداد بونجاح إن هو ينضم ليه، ما فيش كلام رسمي وما فيش عرض رسمي. لو وصل بوغداد بونجاح مع النادي الأهلي في خلال زيارته للقاهرة على اتفاق، بالتالي هيعمل الكشف الطبي، فبالتالي من حقه إن هو ينضم للنادي الأهلي في يناير. فتخيل معايا كده هجومك في وسام أبو علي وبوغداد بونجاح. بوغداد بونجاح لو لعب
مركز 9 صريح هو المهاجم الصريح ووسام أبو علي، لإن إحنا شُفنا وسام أبو علي طبعًا بيلعب برّه الصندوق وبيسند وبيضغط وبيلعب من على الجناب وكل حاجة، ويلعب وسام أبو علي تحتيه، وعلى اليمين ممكن حسين الشحات وطاهر لمّا يرجع عشان يرجّع فورمته، أو بيرسي تاو الفترة اللي موجودة تحتيه، اللي موجودة بقى لهم يعني موجود في العقد بتاعه، تحتيهم بقى إمام عاشور ومروان عطية. يعني ممكن بقى نبدأ إن إحنا نتكلم نقول عمر الساعي، ممكن نقول عمرو السولية، ممكن نقول أكرم توفيق، ولو إني أفضّل أكرم توفيق في مركز الباك رايت في عدم وجود محمد هاني، بس طبعًا مع عودة محمد هاني هنشوف أكرم توفيق هيبقى يلعب 6 و6 و8، ستتين و8، إمام وأكرم ومروان عطية، وراهم أشرف داري ورامي ربيعة، يحيى عطية الله ومحمد هاني لمّا يرجع، في ظل عدم وجود محمد هاني يبقى أكرم توفيق، وحراسة المرمى الشناوي أو شوبير. يبقى أنت كده بتكوّن سكواد تعرف تنافس فيه على البطولة المحلية اللي هي بطولة الدوري، تعرف تنافس فيها على كاس الرابطة، تعرف تنافس بيه في أفريقيا، ولكن كاس العالم للأندية أكيد هيحصل تدعيمات، ولو إني باشوف إن التدعيمات اللي حصلت لحد الآن مش تدعيمات، اللي هو رجوع أليو ديانج بعد لمّا الإعارة بتاعته تخلص، رجوع أحمد عبد القادر بعد أمّا الإعارة بتاعته تخلص، حمدي فتحي. فأنت بتتكلم إن اللعيبة دي كانت موجود معاك في كاس العالم للأندية اللي أنت كنت بتطلع فيه تالت كاس العالم للأندية، وفي قدّام ماتش فلامينجو البرازيلي، البطولة اللي كانت قدّام فلامينجو البرازيلي اللي أنت رُحت فيها مع الوداد بصفتك الوصيف، عشان الوداد كانت المغرب هي اللي مستضيفة البطولة، فأنت طلعت رابع. فأنا باشوف إن اللعيبة دي كده مش إضافة للنادي، ولكن ممكن مع الإعارات اللي طلعوها برّه اكتسبوا خبرة، ولكن متهيأ لي يعني النادي الأهلي أصلًا المشاركات اللي هو بيشاركها مع اللعيبة أو الفرق اللي بيلعب معاها في كام البطولات اللي بيشارك فيها، سواء كأس العالم للأندية، سواء دوري أبطال أفريقيا، كان في السوبر ليج، كان في كذا بطولة النادي الأهلي بيشارك فيها، فمتهيأ لي يعني كمية المشاركات دي تدّي للعيبة خبرات. فهنشوف إيه التدعيمات اللي ممكن النادي الأهلي يعملها عشان كأس العالم للأندية، لإن فترة يناير هتبقى فترة يعني متحدد مين الأساسي اللي هيكون معاك في كأس العالم للأندية، علشان بعد كده أنت بتتكلم في إن الفترة هتبقى بسيطة جدًا، اللي هي بتاعة شهر مين هييجي لك مين مش هييجي لك، وهتخش في دوامة إحنا في غنى عنها. فبخطة بنجاح في الأهلي والّا مش في الأهلي، ده اللي إحنا لسه هنشوفه في الأيام اللي جاية. تالت موضوع معايا النهارده بقى موضوع مهم جدًا. إعلام الزمالك، قولًا واحدًا إعلام نادي الزمالك أو الإعلاميين الزملكاويين، كابتن بقى خالد الغندور، أستاذ إبراهيم عبد الجواد، ما مش عارف ده أصلًا يعني، بس تمام ماشي ما علينا. أستاذ إبراهيم عبد الجواد بالأخص مركّز أوي مع لعيبة النادي الأهلي، أوي وبالأخص مع إمام عاشور. قبل ما أذكر بس حادثة إمام عاشور وواقعة إمام عاشور، كابتن إبراهيم عبد الجواد ليه موقف متناقض أوي. إيه هو؟ لمّا طلع مع أستاذة ريهام حمدي وقالت إن هو محمد عبد المنعم بيفكّر إن هو يرجع النادي الأهلي، طلع واتكلم وقال: "أحب على راسك بلاش ترجع، إحنا بندوّر على كذا صلاح، كذا عمر مرموش، كذا مصطفى محمد." يعني بمعنى أصح إن أنت خلّيك في الاحتراف عشان المنتخب بتاعنا يبقى فيه كَم كبير من اللعيبة المحترفين. يعني شوف الموقف أو موقفه هنا رافض رجوع محمد عبد المنعم، في الناحية التانية إن زيزو اللي بييجي له عروض خارجية، بس عشان هو في نادي الزمالك يقول لك هتسمعوا خبر قريب جميل جدًا لنادي الزمالك، افضل يا زيزو جدد لنادي الزمالك بالمبلغ اللي أنت عايزه، أي نعم المبلغ كبير شوية بس هيتجدد لك، وبلاش تطلع وتسيب الزمالك. طب منين حضرتك عايز إن أو المنتخب المصري أو مصر عمومًا اللعيبة اللي بتحترف ما تجيش، ومنين في ناحية تانية مش عايز لاعب بقيمة أحمد السيد زيزو مثلًا إن هو يطلع يحترف؟ يعني في تناقض كبير جدًا ما بين الحالتين. حاجة تانية برضه، إمام عاشور لمّا كسب أو لمّا بصراحة إمام عاشور لمّا نزل في ماتش شباب بلوزداد هو اللي غيّر الماتش، يعني هو طبعًا غيّر الماتش مع وسام أبو علي، بس إحنا كُنّا كُلّنا شُفنا الماتش إن قبل نزول إمام عاشور حاجة، وبعد نزول إمام عاشور بقى حاجة تانية. فكل المجهود ده الراجل قدر في الآخر إن هو يسجّل الهدف السادس عشان يروح يخلع التيشيرت ويحتفل، اللي هو عادي جدًا. بنشوف محمد صلاح، بنشوف أعظم لعيبة في العالم بتعملها، بنشوف كابتن أحمد السيد زيزو مش عارف الموسم اللي فات أو الموسم اللي قبله تقريبًا، إن إسترن كامباني لمّا كانوا متعادلين مع نادي الزمالك وجه أحمد السيد زيزو في الدقيقة 91 تقريبًا جاب هدف الفوز، خلع التيشيرت وراح حضن الجمهور. مش عارف بقى هو لمّا خلعه علّقه على الشماعة، طبّقه وحطّه في الدولاب،
ما تفهمش. أصل خالد بيبو أيام الزمالك ولمّا جاب سوبر هاتريك في الزمالك ما خلعش التيشيرت بالنسبة يعني إيه للموضوع ده، لأ كابتن خالد بيبو بعد الهدف الرابع ليه في الزمالك السوبر هاتريك خلع التيشيرت. محمد صلاح بيخلع التيشيرت كل ماتشين 3 كده بتلاقيه جاب جون في فرقة مهمة في توتنهام، في تشيلسي، في مانشستر سيتي، بيبقوا متأخرين في النتيجة، فهو محمد صلاح اللي بيرجّع ليفربول. فبتبُص بتلاقي إن محمد صلاح بيخلع التيشيرت عادي خالص وبيحتفل وما فيش أي مشكلة. كان برضه من كام سنة سيف فاروق جعفر تقريبًا جاب جون طوّح التيشيرت من الدور التاسع عادي جدًا خالص ما فيش أي مشكلة، بس لكن أنت مركّز مع إمام عاشور بالأخص. أولًا في الإعلام دي مش مهنية خالص، أنت دلوقتي برنامج رياضي بتتكلم. أنا عارف وأنا معاك والله إن البرامج الرياضية لو ما فيش أخبار عن الأهلي مش هتشتغل ما حدش هيسمعها، قولًا واحدًا أو المشاهدة عليها مش هتبقى كبيرة يعني، تمام. بس يعني إيه، الدليل اللي أقدر أقول لك عليه كده إن كابتن أحمد شوبير لمّا راح من قناة أون لقناة النادي الأهلي، بقت نسبة مشاهدة القناة بتاعة النادي الأهلي أصلًا والبرنامج الرئيسي اللي هو حارس الأهلي نسبة كبيرة جدًا، علشان خاطر جمهور الأهلي بدأ إن هو يهتم بقناته، بدأ إن هو يهتم بالبرامج الرئيسية بتاعة القناة. فإن أنت مش هتذكر اسم النادي الأهلي أنت مش هتشتغل، بس لمّا تيجي تذكر خلّي في حياد، يعني خلّي في حياد، اتكلم بالمنطق، اتكلم بالعقل. إيه يعني إيه المشكلة لاعب خلع التيشيرت أصل هو ما خلعوش رماه على الأرض وداس عليه، لأ ده في قبل كده واقعة كان أحمد جعفر تقريبًا لمّا جاب جون وكان خلع التيشيرت ورماه في الأرض وقال للمدرب غيّرني واللعيبة مسكت فيه اللي هو اللي هو فقشطة يعني الدنيا جميلة. فأنت دلوقتي هتمسك في إمام عاشور وتسيب كل الأحداث أو كل يعني الواقعات اللي حصلت زي واقعة إمام عاشور. فمتهيأ لي موضوع أنت يعني إيه ما جاش معاك لقطة المرّة دي، لإن الجمهور بدأ يبقى واعي. إمام عاشور الفترة الأخيرة بدأ إن هو يستعيد مستواه، شُفناه في ماتش العنب الإماراتي، شُفناه في ماتش باتشوكا كان من أفضل اللعيبة، تمام، يمكن مش أفضلهم ولكن كان من أفضل اللعيبة اللي كانت موجودة، وماتش شباب بلوزداد. فأنت بتتكلم إن شاء الله يبدأ إمام عاشور يستعيد مستواه ويكمّل على نفس الريتم. فيا ريت كلّنا كل جمهور الأهلي يدعم إمام عاشور في الفترة اللي جاية، لإن عليه حملة ممنهجة حرفيًا، ممنهجة. تحس إن هو فعلًا ده script متوزّع، هنا يتقال لك إمام عاشور خلع التيشيرت، هنا يتقال لك إمام عاشور خلع التيشيرت، هنا طَب أنت حضرتك أنت شاغل بالك بيّا ليه؟ يعني أنت مثلًا بتتكلم أنت زملكاوي ومعروف بزملكاويتك خلاص، تمام. يعني كابتن خالد الغندور أنت بتطلع تقول إن إمام عاشور خلع التيشيرت، ده خالد بيبو ما عملهاش، الله! إيه ده؟ أنتم بقيتوا دلوقتي فرحانين وبتيجوا تتكلموا لمّا بتذكروا ال6-1 بتاعة الأهلي والزمالك، خلاص ما عادش في يعني إيه اللي هو إيه، طب ما أنا كسبتك قبل كده وبتبقى متضايق أوي دلوقتي الموضوع بقيت بتذكره عادي خالص، والّا عشان إمام عاشور أنتم عايزين جنازة وتشبعوا فيها لطف؟ آسف في التعبير يعني، ولكن هو ده اللي باين. في موضوع أخير يعني كنت ما كنتش حابب أتكلّم فيه بصراحة وهو رحيل كهربا. خلاص كهربا يعني أنا ما مش هيستنى منّي دعم بعد كده بصراحة في أي حاجة، تمام. فكهربا بييجي بنشوف دلوقتي إن هو الأحداث الأخيرة ويمكن الماتش اللي حصل أو اللي حصل بعد ماتش شباب بلوزداد، إن باشوف إن كهربا يعني إيه خلاص دَق المسمار الأخير في النعش زي ما بيقولوا. خلاص هو هيمشي تقريبًا في يناير، خصوصًا إن هو كمان طلب إن هو يعني متعرّض لضغوط جامدة الكلام ده كلّه، فبدأ الوكيل بتاعه إن هو يبدأ يدوّر له على عروض خارجية خارج النادي الأهلي، سواء في الدوريات الخارجية أو في الدوري المصري، وأقربهم الدوري المصري نادي زد، عشان نشوف كهربا ممكن يبقى خارج النادي الأهلي وخارج صفوف النادي الأهلي من شهر يناير. شهر يناير اللي أنت بتتكلم كمان أسبوع هيبدأ يفتح الانتقالات بتاعة الشتا. هنبدأ بقى نشوف تدعيمات النادي الأهلي، مين اللي هيخرج من النادي الأهلي، مين اللي هيقعد، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربوفيتش خارج صفوف النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدًا. اخواتي وحبايبي أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الحلقة تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناة لحد دلوقتي تنزل تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو أنت استنيت معايا في الفيديو لحد دلوقتي فأنت على راسي. سلام عليكم.